واتساب عليكم يا يوتيوبيين ويوتيوبيات، واهلا بيكم في حلقة جديدة معايا. النهارده هنستكمل باقي سلسلة تجربتي في العيشة في مصر. وليه مصر بلد فاشلة؟ زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، لو انت مشفتش الفيديو اللي فات او اللي قبله ارجع شوفه، علشان مهم جدا انك تتابع الموضوع من اوله وتتابع الاحداث من اولها. وهنكمل زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت ان احنا هنعرض اليوميات بتاعت تحضيري لنزولي مصر. يوميات كنت بصورها كده مش منتظمة ومش كاملة. يعني ممكن مثلا تلاقي الفيديو بادئ الصبح وخلصان بالليل، او في حاجات متقطعة في النص، مش منتظم كده ومش مظبوط، عشان ما كانش في دماغي حاجة معينة اعملها بالفيديوهات دي. بس يعني حدوتة كده، اعتبرها حدوتة وانا بحضر تجهيزي لنزولي مصر. يمكن يكون فيه معلومة مفيدة، يمكن لأ، يمكن تبقى entertaining يعني فيها ترفيه، يمكن لأ. هنعرضها وبعدها هنستكمل بقية سلسلة تجربتي في العيشة في مصر، وليه مصر بلد فاشلة. فيلا بينا نبدأ اليوميات. اوكي، من ضمن الحاجات اللي انا بصفي فيها، خلاص همشي من هنا، فمن ضمن الحاجات اللي انا I'm going through عشان اصفيها العدة بتاعتي. دي العدة اللي انا كنت بستخدمها على مدار حياتي هنا في تصليح العربيات او في تصليح حاجات في البيت. انا دايما بحب اعمل كل حاجة بايديا، مش بعتمد على حد. الحمد لله يعني علمت نفسي بنفسي في الحاجات اللي هي كده. مش هاخد العدة معايا وانا مسافر يعني، بس في حاجات معينة ما اعتقدش ان انا ممكن الاقيها في مصر او في الدول العربية، فهاخدها معايا. حاجات خفيفة مثلا، طبعا مش كل دول، بس دول الحاجات اللي ممكن اختار منهم حاجات معينة ممكن اخدها. بدي مثلا لسه هشوف ايه اللي متعاد فيهم وايه اللي ممكن يتحط على جنب يتباع. الحاجات دي كلها هتتباع، دي لسه هشوفها. البوكسز دي جواها مسامير وكده، فهشوف اللي هيحصل. اللي هناك ده بقى ده باور واشر، يعني جهاز بيغسل العربية بالصابون والمية بدفع، يعني بقوة دفع. في جريل، في الحاجات الشوفل بتاع السنو، الحاجات دي كلها طبعا مش هعوزها، طبعا هبيع العجلة بتاعت الكارديو. وفي الكارت دي برضو هبيعها، مش هعمل بيها حاجة، بس بقى بظبط كل ده وبشوف ايه اللي ممكن ارميه وايه اللي هيتباع وايه الحاجات السليمة وكل الكلام ده، علشان ابقى انا ايه مجهز نفسي وما اجيش قدام قبل مثلا السفر بتاعي اتزنق بالحاجات دي. كمية بلاوي هنا على المكتب، يعني أنا قطعت كمية أوراق وحاجات كانت موجودة مش عايزها، ملهاش لازمة، وغير اللي أنا رميته أصلا رميت كمية حاجات مش طبيعية. ده بقى الحلو في إنك تنقل، يعني لما بتيجي تنقل، طبعا مش سبب نقل يعني، بس أنا قصدي لما بتيجي تنقل بتعرف إنك تلاقي إيه، تلاقي الحاجات اللي أنت مثلا حاجاتها ملهاش لازمة ترميها، بتلاقي حاجات مثلا كانت ضايعة أو كنت بتدور عليها فبتلاقيها. بس دايما بقى بيكون اتس تو ليت، دايما بيبقى بتلاقيها متاخر فما بتحتاجهاش تاني، فخلاص بتقول ايه، يا ريتني كنت لقيتها، يا ريتني كنت لقيتها. هناخد الحاجات دي كلها نرميها علشان نفضي المكتب قدر الامكان يعني، عشان بجد حاجات كتيره. من ضمن بقى الحاجات هنا، الحاجات معلوماتك confidential قوي. confidential يعني مش معلومات سريه، تعتبر سريه. ليه؟ لان هنا ممكن هويتك تتسرق بسهوله. بمعنى مثلا هجيب لك حاجه مش متقطعه مثلا، ده فاتوره لحاجه معينه، دي فاتوره للايزي باس. الايزي باس ده عارف انت في مصر لما بتعدي من تحت الكوبري من بلد لبلد عشان تدفع فيه فلوس عشان يعديك، هنا ده حاجه اسمها ايزي باس، فدي فايوليشن تعتبر او مخالفه. لما اجي مثلا ارمي حاجه زي كده في الزباله، ما ينفعش اخدها كده ارميها وارميها، لان ممكن اي حد يخش في الزباله، بالذات الناس اللي بتاخد الزباله وبتاخد الريسايكل اللي هو اعاده التدوير. يعني ممكن حد يشوف معلومه عنك، ياخد عنوانك، ياخد مش عارف ايه، فبيحصل بقى جرايم وحاجات زي كده بناء على ده. اللي بيحصل هنا في البلد ان انت لما تيجي تتخلص من اي حاجه فيها معلومات عنك، فيها اسمك كامل، فيها رقم تليفونك، فيها عنوانك، فانت قبل ما ترميها تقوم جاي ايه، مقطعها كده. طبعا لو عندك شريدر اللي هي المكنه اللي انت بتحط فيها الحاجه فتعمل زو دي وتقطع الحاجه تخليها فرافيت، يبقى زي الفل. غير كده تقطعهم عادي يعني. شايف كده بهدله خالص، البهدله في كل حته عامه. هنا الحاجات المترتبه نوعا ما، والباقي كله كراكيب وحاجات بنحاول ان احنا نظبطها عشان نشوف هناخد ايه مش هناخد ايه، وايه اللي هيترمي وايه اللي هيفضل. مفيش حاجه هتفضل كده كده يعني، الحاجه يا اما هتترمي يا اما هتيجي معايا. في حاجات كتيره جدا تستدعي النظافه، والنظافه بقى ايه بقى بجد يعني علشان انك تمسحها كده مثلا وخلاص، لا، في حاجات مبقعه عليها وحاجات واقعه
ما تمسك بقى تقعد تجيب سولوشنز معينه او تجيب سبرايات معينه عشان تطلع الحاجه. حلو برضو وانت بتيجي تنقل او انت رايح مكان مسافر، يعني انا مش عارف، مش باين قوي. لما تيجي تنقل او رايح مكان ايا كان، نظف حاجتك قبل ما تاخدها المكان الجديد، بدل ما تاخدها وتروح عند المكان الجديد وتبدا تنظف فيها. بتبقى يعني الحلو تاخد الحاجه نظيفه تحطها نظيفه زي ما هي كده، وتروح بقى انت المكان الجديد تعمل انباك او تعبي حاجتك كلها تحطها في المكان، يعني من غير ما تنعى هم تنظيف. لان انت كده كده هتروح المكان الجديد هتعوز تنظفه برضه، فانت تنظفه وتبقى حاجتك جاهزه تحطها على طول احسن من انك تنظفه وتقعد تنظف في حاجتك وتقعد موال يعني. يوم جديد في التحضير، لسه الدنيا زي ما هي بهدله خالص، بس واخد وقتي، لسه في شويه وقت، فانا واخد وقتي في التحضير علشان اتاكد ان انا معايا كل حاجه انا عايزها وكل حاجه متظبطه، علشان ما تجيش مثلا قبل السفر بكام يوم اتزنق، ابقى انا كده جاهز، ابقى ستريس فري، مبقاش مضغوط، مبقاش في اي حاجه في دماغي نسيت، ما عملتش، ما جبتش. فعشان كده بدأ من بدري، ودي حاجه انت المفروض تعملها انت كمان لما تيجي تحضر لسفر عامه في اي حته. جاهز من بدري علشان ما تجيش قبل السفر. معظم الناس بتيجي قبل السفر انا نسيت، انا ما جبتش، طب انا لازم اروح، انا لازم اجي على ايه؟ خد وقتك من قبلها وحضر الدنيا، عشان لو نسيت حاجه يبقى لسه معاك وقت، علشان لو ايا كان الحاجه اللي كان جو رونج او اللي ممكن ما تمشيش زي ما انت عايز، يبقى عندك وقت لتصليح الحاجه دي. دلوقتي هنروح نجيب شويه حاجات برضو للسفر. ما كانش عندي وقت احضر وجبه، فهجيب ساندوتش من بره تركي ولا حاجه وبس. تقفيل الشنط، تبقى الشنطه معبيه، خصوصا لو بقى نقل كل حاجه بقى حاجتك كلها، فانت بتقعد بقى تسكويس اكنك في الجيم، عمال بتعصر في العضله، عمال تعصر في الشنطه، وتحاول انك تقفل الفلوس ده بنجاح من غير ما حاجه تتكسر ولا يحصل لها حاجه. توبي 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 توبي. Right? And 300 US dollars, right? Is their family's like entire salary for the month. He's living with them. You never know. So his girlfriend is respecting that. Respecting the family. Yeah. This it looks it. I don't know. But it looks it. This guy's so weird, bro. Nick, get in there. Right now.
And every time I try to take a video, he stops. All right, now act like you like him. Kiss him. Yeah. Yeah. There you go.